عارف ايه هي اكتر حاجة بنعملها كل يوم مش واخدين بالنا انها ذنب؟ الكلام. اه والله، الكلام اللي بيطلع عادي كده في القعدة، في الشغل، او على السوشيال ميديا. واحدة تقول شفت فلانة عاملة نفسها بريئة، واحد يقول ده فلان ده شكله بياكل من ورا الشركة، ضحك وتهريج، بس الحقيقة انها غيبة. ربنا قال ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تخيل، ربنا شبه الغيبة بأبشع منظر ممكن تتخيله. انت ممكن تصلي وتصوم وتعمل خير كتير، بس كلمة واحدة عن حد وهو مش موجود تمسح لك كل ده. يعني ممكن حسناتك تروح له وسيئاته تجيلك وانت مش حاسس. الأخطر من كل ده إن الغيبة ساعات بتيجي في شكل نصيحة، زي لما حد يقول انا مش بجيب سيرته بس بصراحة هو كذا وكذا. طب ما دي برضه غيبة حتى لو لبستها لبس الدين. خد بالك، اللسان ده سلاح، يا يبنيك يا يهدمك. لو استخدمته في ذكر ربنا يرفعك، ولو استخدمته في الناس يهدك. فكر قبل ما تتكلم، ولو مش هتقدر تقول خير اسكت، علشان ساعتها سكوتك مش ضعف، سكوتك عبادة. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.